وادي يا اخواتي بعد ما عفنا الوش روقنا الكريستال اهو. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه راي الزبون في صوت العربيه وصلصال العربيه. تمام اهو. حاجات بسيطه بس بتفرق معاك، يعني حاجات بسيطه بس ممكن انت تدخل نفسك في قصص وحوارات عشان وقت تحت الصنايع ما عندوش ضمير. بص يا اخواتي كل حاجه اتقفلت اهو. هو كانت تدوس تسيب تبطل. بصوا ايه رايك يا ابو عمو؟ بجد والله طبعا اللي انت شفته ده ما شفتوش حد، ما حدش عمله. كنا اسطوره طبعا ولسه المكنه هتوطى تاني بس تملى الترومبه زيت طبعا. امسك كده. تعالوا بقى مع بعض ايه لما اوريكم عشان الناس اللي كلمتني وقالت لي يا استاذ احمد عايزين نعرف ايه اضرار الفتح والقفل على الترومبه. ايه اضرار الفتح والقفل على الترومبه؟ تعالوا مع بعض هوريكم كل حاجه على الجهاز اهو. تمام زي ما انتم شايفين. وطي لي القران دي سنه واحده عشان بس ايه الناس تسمعني كده. امسك يا محمد. طبعا يا جماعه هنا زي ما انا عودتكم ده ديسك كمبيوتر. العب في اي حاجه الا الترومبه. ده مسمار الجهاز ما تخليش الميكانيكي يجي جنب منه. ليه؟ يا جماعه المسمار ده اقل لمسه بيدي كميه جاز كتير. فاحنا هنا عارفين انا لو راجل عندي جهاز والعربيه فتحت قفلت عارف انا هفتح قد ايه. كل الصنايعي الميكانيكي مش فاهم. الميكانيكي عاوز تجري، عاوزك تجري وتروح وتيجي. طب ما انت هتجري مش هتحس باضرار الجري غير بعد 6 اشهر. غير اللي احنا بنعمله. يعني انا لما بجيب عربيه مثلا الزبون يقول لي ما بتسحبش، ماشي خليها تسحب بس مش مجبوره، مش بتدي جاز كتير. لا يعني وش بنعمل تعديل انتميكس. يعني لو انت منصور وانت داخله منصور بنعمل تعديل انتميكس. الانتميكس تجري نازله بتجري من غير فتح ومن غير قفل. فاحنا بنعمل تعديل انتميكس. ايه هو بقى تعديل انتميكس؟ مجموعه المسائل اللي من جوه ديت يعمل فيها احنا شغله كده من غير ما نفتح. تعالوا كده نبقى مظبوط على التسعه. اي واحد سحب دبابه نكسا او دبابه من اول 2007 لحد 2025 هيجي المسمار ده. تعالى بص كام سن ورا. ادي 1 2 3 4 5 6 7. اتحداك اي ميكانيكي او اي حد حالي وش ده يسلمك 7 سنين كده. يقول لي الاربعه واللي 5. طبعا طول ما المسمار ده غطس لجوه تعرف ان الترومبه مفتوح عليها. طول ما المسمار ده غطس لبره تعرف ان الترومبه مقفول عليها. هنا الجهاز بيبين لك ترومبه مفتوح عليها مقفول عليها. بيقول لك يعني اول حاجه بنعملها بنختبرها في الترومبه بعد ما نخلصها زي ما انت كده نورت العربيه جوه مارش. بعد كده بقوم طالع فرنسي كده العربيه يعني ب 150 دي كده العربيه نورت. الصنصيه بقى الدبلومه بتزود على 4 مراحل. ما تفتكروش ان الموضوع حلو مش كل اللي بيصور ونازل نيجي ورا منه. لا نحسبها نشوف التعليقات نشوف ناس نسال هل ده تخصصه ايه وانا مش قادر الصبح اجيب صفه ميكانيكيه واخليهم هنا. بس صاحب البريك قدامه 3 مناطق كل واحد ربنا جعله يوم ايه. انا كده بتاع فرنسي يعني. بصوا تعالوا كده بصوا هنا بصوا هنا الجهاز يبقى هيفضل معايا لحد 14 ده الطبيعي. انا ماشيك هو فاهمك كل حاجه. كده انا فتحت على الترومبه. ايه اضرار فتح الترومبه؟ اضرار فتح الترومبه على طول الجهاز على المكنه قدر الله ممكن تكسر بيستم. قدر الله ممكن تسيح بيستم لان الجاز كتير البيستم مش عايزه. البيستم مش عايزه. والنهارده الرشاشات لازم الرشاشات في رشاش رقم 15 فين؟ لازم ان الرشاش يبخر كده. شوف لها رشاش كده عندنا كده يرجعوا على ازاي؟ التراب ده خليها هنا. بص يا اخويا لازم الكون يشتغل معاك. شايفين؟ الكون زينك ما تركبهاش. بس انا بقول لك طب اظبطها لك طب اعملها لك عشان ظروفك. لا اللي الصنايعي عمره هيديك الاداء ده خالص. بص اهي شايفين؟ ده كده الفونيا شغلها موجود على راس الجسم. بخار جاهز. بص بقى لو الفونيا بايظه لو انت عندك فونيا بايظه زي كده ده شغال ولا بايظ؟
كل كده رشيد مسايل كده عرفت ليه؟ بص يا اخويا بقى تروما لازم الرشاش يديك رصاص جاز ان الكميه الكتير بتخلي البست مسلح، بتخلي الشمبر يتاكل، بتخلي اللي برضه الكاميرا ممكن تكسر مع الكرنك، سجعه فوليا ممكن تكسر مع الكرنك، حاجات كتير قوي كده تمام. ده بالنسبه للفرق على الترومبه مع حد مش فاهم. اللي الميكانيكي مش فاهم هيفتح على ايه؟ يعني الميكانيكي هو مش فاهم هيفتح على ايه؟ البوم بتاع الترومبات فاهم. اي بتاع ترومبات لو حتى نص لسه بيتعلم بس فاهم هيفتح ربع لفه هيديك قد ايه، هيفتح نص لفه هيديك قد ايه تمام. وافتح عليه اشوف السبب اللي هيخليني افتح. اعلى كميه جاز الترومبه متفرجه على كده لازم يبقى الاربع بروسيسور يبقى 14 جاز كده. الترومبه دي حالتها 100%. كده الترومبه انا اطلع دلوقتي ما بعملش حاجه اهو، هطلع دلوقتي صوارزين الجاز هيقل معايا جامد اهو. بقى اشرب هنا الجهاز على كده قرب. هنا الجهاز بيقول لي ان كميه الجاز كتير. خليك معايا واحده واحده ان كل حاجه انت شايفها بعينك. في العربيه مش شايف حاجه. العربيه انت بتفتح عنا حلوه اجري انت بتحس بالضرر ده غير بعد 6 اشهر 4 اشهر 5 اشهر. وبعدين الصيف داخل علينا يا اخواتي، الصيف داخل علينا. وبعدين انا بشوف ناس على النت ناس محترمه تمسك الكفه عنا ما بتدخلش عنا بتدخل. طب انت هتعمل ايه؟ انا عاوز اشوفك تطلع وري الناس على مجرى. جاب معاك ايه؟ جاب معاك 8 كده. كميه الجاز كتير قوي اهو 8. الجاز هنا بيقول لك الجاز هنا كتير. اعمل انا ايه اهو. بص حتى نغمه الصوت بتاع الترومبه غير على بتقرب. بعد الجهاز هنا انت شايف كل حاجه وعارف كل حاجه. حتى لو قلت الترومبه معاك في العربيه تحسن الترومبه من جوه الترومبه ومن جوه المكنه بتاعت الترومبه هيفهمها. الميكانيكي مش هيفهمها. تعالى قربنا كده. بص بقى اهو ربع جاز فصل الجهاز كده. جاز مظبوط. بص يا اخواتي 8 ل 2 قد ايه؟ يعني فرق صفيحه مثلا. يعني كان جايب 8 جرام جاز من وقت 2 كده غير مظبوط. تعالى نطلع سرعه. عاوز واقف بعربيه بكام في المشي كده. المثال قطع معايا خلاص اهو. هبدا وانا اشتغل بيه. ستة حلو مش وحش. أسهل من كده العربية تدخل وتاخد جاهز. والعربية تطلع المطالع ده هاتكم 200 لفة. المطالع الجاز يجيب معايا. يعني الميزان يفتح معايا. بص بقى كام؟ ربع معايا بقى 8. لو ما فتحش معايا في المطالع العربيه هتكون في المطالع. والجهاز ده زي العربيه كويس. بس الفرق اللي احنا بنشوفه زي الاشعه اللي بيقولوا عليها سمارت ولا بيقولوا عليها ايه؟ بتبين لك كل حاجه. يعني على الاربع مواسير والاربع مسامير اهو. كميات الجاز اللي نازله على البستن انت بتتحكم فيها على الجهاز. لو في العربيه وميكانيكي بقى مش فاهم هيفتح مش فاهم حاجه. انت حلو تمام الله يبارك لك نفس العربيه بتقابل في العربيه. لا بالنسبه بقى للناس اللي بتطلع لك على النت تقعد تقول لك ايه بص الدخله عن يوم جاي بتاع 10 زي ده حبيبي يا عم مش مصر يوم ربط عليك ملعب الدخل. عاوز عربيه تدخل حل على المسمار عربيه دخل. فيا جماعه مش عايزين نلعب بعقول الناس، مش عايزين نشتغل الناس. هتدي معلومه للناس نطلع ادي معلومه كامله. وريهم انت بتعمل ايه، وريهم بتقطع الدخل ازاي. مش تفصلني ترجع تجيب لي ما انت هتقفل على التروب دي معروفه يعني. هتفتح على التروب لا خلي الفيديو شغال للاخر عشان ما تلعبش بعقول الناس.
خلي الفيديو شغال للاخر، فاهم الناس المشكله فين. وانا جاي النهارده شكمان واقعد عن طب ما انا هفتح عليهم عن هقفل عليهم. يا جدعان الناس مش عبيطه، الناس فاهمه كل حاجه. هتفكر انت كده ناصح، انت كده مش ناصح. الناس اللي بتدي الخيار وانت التالت جايب 110، ما توري له RPM براحتي. انا لو عاوز اجيب عربيه، لو عربيه كاتعه وخلصانه هتمشي، بس وري له RPM اجيب معاها كام. مش عندنا عبد الغني، الناس مش عبيطه. طب نرجع بقى تاني للموضوع. بصوا هنا الفونيا اهي، شايفين كده الرشاش دوت الفونيا سيرت كده ما تركبهاش. الصنايعي يقول لك اعمل لك اسوي لك وانت تقول عشان ظروفي، لا صدقني هتضطر، مش هتضطر ساعتها، هتضطر بعد فتره. ان كتر الجاز ده بياكل الشنطه، كتر كميه الجاز دي. بصوا انتوا الفرق. نرجع تاني اهو. انا بطلع عدي معلومه يا اخواتي، بطلع عدي المعلومه كامله. انت كمتابع او مشاهد او بتتفرج على الفيديو، انت اللي هتقرر واستنى تعليقك والصح فين. تاخد راي الناس كده ايه؟ ايه؟ الصح فين؟ كده ولا كده؟ لا الصح كده. طبعا يا جدعان نطلع ندي المعلومه مظبوطه عشان الناس تفهم. الناس اللي مستوعبه، في ناس ما بتعرفش تجيلك، في ناس بتبقى يعني عندها مشكله ومستنيه اي حد عند ربنا يديها مشكله. فعامل زي الغني متعلق بالشاي. طبعا يا جماعه مش عاوزين نلعب كوره. طبعا 15 بتاعت اسكندريه اهي، يوم اسكندريه نطلع على التست برضه وانزلوا بطل. انا ماشي معاكم واحد. خلي بالك احنا جايين على السمعه. احنا جايين على السمعه، وربنا ان شاء الله يبعد وشنا معاكم، وهنبقى قد السمعه اللي انت سمعتها. طبعا بقينا بنشغل العصر. تحت امرك.